الكابتن شوبير قال حاجة غريبة أوي، بس هي عدِّت، بس إحنا جايين نحُط عينينا عليها أو نتكلّم عليها، وهو ليه قالها بالمناسبة. تعالوا كده نشوف الكابتن شوبير قال إيه، وعايز آخُد رأيكم في اللي هو قاله. البيان ده اتفرّج. اللي كتبه المركز الاعلامي للنادي الاهلي. خد بس مني معلومه ما فيهاش فصال خالص يعني. حصل التواصل ما بين امام وما بين المركز الاعلامي للنادي الاهلي، وقالوا له هنبعت لك بيان وعشان نظبطه مع بعض والقصه شكلها عامله ازاي. وبالفعل هو قال لهم انا اعملوا البيان، انا اللي هتعملوه انا موافق عليه خلاص، لانه هو شاف من امبارح. إيه رأيك؟ أنت سمعت، إيه رأيك؟ ليه الكابتن شوبير قال المعلومة الخطيرة دي إن إمام عاشور اتبعت له البيان اللي هو نزّله؟ ليه؟ هل الكابتن شوبير العلاقة ما بينه وما بين الأهلي أو إمام عاشور أو جمال جبر مش ولا بُد؟ ده سؤال مهم جدًا. أعتقد يعني لمّا لاعب بيغلط، الناس بتبقى عايزة تشوف اللاعب هيطلّع إيه من قلبه تجاه النادي وتجاه الجماهير. فالحلاوة كلّها إن أنا أشوف كلامك وأحسّه إن هو من قلبك، ولكن الكلام اللي اتقال إن إمام عاشور اتبعت له كلام، إيه يالا باقول لك إيه، أنا باعت لك بيان نزّله. قال حاضر، حاضر، ونزّله. ليه الكابتن شوبير قال المعلومة الخطيرة دي؟ وهل ده فعلًا بيحصل في النادي الأهلي؟ السؤال المهم جدًا، هل الكلام اللي إمام عاشور نزّله بيدل على أفعاله والّا لأ؟ طب هل إمام عاشور فعلًا حاسس الكلام ده من جوّاه والّا حاسس العكس؟ ده سؤال مهم جدًا. والغريب إن المعلومة دي طلعت من الكابتن شوبير اللي ابنه بيلعب في الأهلي، اللي هو أهلاوي. مش عارف، غريبة والّا لأ؟ رأيك في الكومنتات مهم جدًا، ولايك ووجهة نظر في الكومنتات والشير مهم جدًا، جدًا، وفولو أو متابعة مهمة لو أنت أول مرة تشوفني. سلام.